تتذكرون لما قلت لكم 450 ألف بالساعة؟ هاي قبل نص مليون بالساعة. خليكم وياي بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين وياكم زين. اليوم رجعت لكم فيديو جديد من جي تي اي 5 اونلاين. الفيديو اليوم مثل ما وعدتكم ومثل ما انتم صوتوا بالفيديو السابق راح اشرح لكم اقوى طريقة حتى تربح فلوس الجي تي اي اونلاين، يعني 500 ألف في الساعة اذا كان لعبك زين. وهي راح تكون اساسها الفيكل كارجو، مو مثل الطريقة السابقة اللي كان اساسها السبيشال كارجو. واذا اكو شيء ما افتهمتوه من الطريقة، صديقي علي من قناة علي النعيمي سوى شرح خرافي للطريقة، شيكوا على الفيديو مالته رابطه بالدسكربشن. وسويت فيديو انا همينه نصائح على الفيكل كارجو راح تفيدك كلش هواية بهاي الطريقة، وبصراحة تفوتك، فخليت رابطه بالدسكربشن. طبعا هاي الطريقة هي مو جليتش ولا تهكير ولا اي شيء من هذا الكلام، مجرد احنا بدنا نلعب عدة مهام باللعبة بحيث نحصل منها اكثر فلوس نقدر نحصلها بوقت معين. واكو اشياء يفضل انه تكون عندك حتى تسوي هاي المهام بكل سهولة وبسرعة وتقدر تحصل منها نص مليون بالساعة. سولو بابليك سيشن، بس حتى تسوي هاي المهام وحدك بدون ما احد يزعجك. لان صدقني انا متعامل ويا الناس، قاعد دا اسوي مهمة ودا امشي بدربي ما اشوف الا يجيني واحد صاعد ببازارد وحتى مرات صاعد بهايدرا يجي يقتلني ويدمر كل الكارجو مالتي ويروح، بس على مود هو شوية يشعر بالسعادة. فهيج ناس اخذهم على قد عقلهم وادخل سولو بابليك سيشن. راح يطلع لكم فيديو هسه على ايقونة اي اللي فوق، وراح اعوف رابطه بالدسكربشن شارح كيف تدخل بابليك سيشن فارغ. المكتب هواي حكيت عليه بالماضي، وتقريبا كل طرق ربح الفلوس بقناتي متعلقة بيه، وهو بصراحة احسن عملية شراء انا سويتها بهاي اللعبة. ال50 مليون اللي انا محصلها باللعبة كلها تقدرون تقولون اكثر من 50% منها هي من المكتب. وبصراحة ما اقدر افكر بسبب الك اذا انت ما عندك مكتب. تقدر تشتري من موقع داينستي 8 اكزيكتيف مثل ما تشوفوه قدامكم، وانصحك بارخص واحد سعره مليون وراح يقوم بالواجب. اذا تريد مساعدة انه تحصل اول مليون، الرابط بالدسكربشن على قناة اي راح يطلع لك فيديو شلون تحصل اول مليون الك وتشتري هذا المكتب بدون ما تحتاج اي متطلبات. الفيكل وير هاوس اللي هو راح يكون 50% من هاي الطريقة، وعلى عكس الطريقة السابقة اللي كانت السبيشال كارجو اللي هسه راح تطلع لكم على قناة اي، وخليت رابطها بالوصف اللي عنده سبيشال كارجو ويريد يحصل فلوس. طبعا مستودعات السيارات تختلف اسعارها وتقدر انت تختار ياهو الاحسن الك. انا عندي ارخص واحد اللي سعره مليون ونص، صحيح بعيد شوية بس حصلت منه حوالي 10 ملايين وبصراحة اشوفه مفيد. البازارد من رأيي هاي الطيارة احسن مركبة بجي تي اي 5 كلها، وارفع قبعة احتراما للي سواها، وراح تفيدك مو بس بهاي الطريقة، يعني راح تفيدك باللعبة كلها. بصراحة مفيدة كلش وبكل المهام، ومميزاتها انه انت اذا مشتري شركة راح تقدر تطلبها وترسبن يمك وبنفس الثانية، فشي كلش خرافي. ام جي كلاب ومعمل الكوكايين احد احسن الاشياء اللي انا مشتريها باللعبة، ولي حد هسه محصل منها اكثر من 11 مليون. عليها تخفيض حاليا، فلاحق يا ولد واشتريها قبل ما يخلص التخفيض، ولا تشتري لي بالصحراء. اسأل مجرب، انا مشتري لي بالصحراء وبصراحة كلش بعيد وكلش مزعج. اشتري اقرب واحد الك بالمدينة وادعي لي، وحاول تشتري لك كل التطويرات ما عدا السكيورتي حتى تزيد ارباحك منه. واخير شيء حاول تجيب كل السيارات الستاندرد والميدرينج وتحطها بالجراج مالتك. ليش؟ الستاندرد هي عددها 12 سيارة، والميدرينج عددها همين 12 سيارة. لما تحط كل هاي السيارات بالمستودع مالتك، اللعبة راح دائما تنطيك سيارات توب رينج، واللي ربحك منها حيكون 80 ألف، واللي هو أكثر شيء تقدر تربحه من سيارة تبيعها بالفيكل كارجو. صحيح هي طريقة مزعجة، راح تاخذ منك حوالي ما يوصل إلى 4 ساعات من الشغل، بس تشوفها كلش تستاهل وراح تفيدك كلش بهاي الطريقة حتى تحصل نص مليون بالساعة. اوكي هسه ما دام كملنا المتطلبات، خلينا نبدا بالجزء السهل من الطريقة اللي راح يكون على هذا النمط. بالبداية راح تدرس معمل الكوكايين مالتك سبلايز، عن طريق انه تفوت له وتروح على اللابتوب اللي موجود هناك وتفتح اللابتوب وتدوس ري سبلاي، وراها تدوس ستيل سبلايز، وظل سوي هاي المهام الى ان ينترس المعمل. راح تاخذ منك اكثر شيء 30 دقيقة حتى تدرس المعمل مرة واحدة. وراها سوي مهمة سورس فيكل اذا ما عندك سيارة توب رينج بالجراج مالتك، واذا عندك سيارة توب رينج بالجراج عوفها وروح للمهمة الثانية، واللي هي انه تسوي ريجستر بالمكتب مالتك او بالشركة وتجيب البازرد يمك وتبدي مهمة سايد تير من الفي اي بي وورك. راح تقدر تكملها بكل سهولة وبكل سرعة ويا البازرد.
وراها سوي سيل الفيكل اللي جبتها واللي موجوده عندك، ودائما سوي سبيشالست ديلر، لا تسوي برايفت ولا اي شيء، دائما سوي سبيشالست ديلر، عدل على السياره تعديلات سريعه ووصلها للمكان المطلوب. ورا ما توصلها سوي مهمه هيد هانتر من الفي اي بي وورك، كالعاده البازل راح تخليك تكملها بكل سهوله وبكل سرعه. وبالمناسبه لا تنسى دائما ابدا الهيد هانتر والساتسير بلوس سانتوس، لا تبداها بغير مكان او بالصحراء او بغير او بهاي الاماكن، لانه راح يخليك تروح لتلفات الدنيا على مود فد شيء كلش بسيط وتضيع وقتك، والوقت هو مفتاح هاي الطريقه. وراها راح تجي تسوي سورس فيكل، راح تطلع لك توب رينج دائما اذا سويت الطريقه اللي انا قلت لك عليها. وراها سوي هيد هانتر وسوي سايد وسوي سيل فيكل، وهيجي ظل سوي سورس فيكل، هيد هانتر، سايد سير، سيل فيكل، هيد هانتر، سايد سير، الى ان يخابر ال جي تي ويقول لك خلصت السبلايز. وقتها راح يكون عندك خيارين، اما انه تودي له بعض سبلايز وتخليه يترس لك المعمل الا ان يفول المعمل، بس وقتها راح تكون محظوظ اذا لحقت تبيع كل هذا المنتج وحدك. فهنا ممكن تحصل على مساعده من اصدقائك اللي يلعبون جي تي. اذا ما عندك اصدقاء يلعبون جي تي انصحك انه تلعبها بامان وتروح تبيع المنتج اللي يصير لك بدون ما تحتاج انه تظل تسوي له سبلايز الان ينترس المعمل منتج. يعني بين قوسين يودي له سبلايز مره واحده، ولما تخلص سبلايز راسا نروح بيعها بدون اي مشاكل. فمخطط بسيط لهاي الطريقه راح يكون سبلايز، سورس فيكل، في اي بي وورك، سيل فيكل، في اي بي وورك مرتين، وراها ترجع مرتين الاخ، سورس فيكل، في اي بي وورك مرتين، سيل فيكل، في اي بي وورك مرتين، وراها سبلايز والسيل برودكت راح تكون فقط عند الحاجه. يعني ما راح تروح تودي سبلايز الا اذا خبرك ال جي تي وقال لك تحتاج خلصت السبلايز تعال جيب لنا، وقتها راح تروح تبيع وتجيب سبلايز او حسب انت الراحه مالتك. وهذا كان الفيديو شباب، اتمنى ما طولت عليكم الفيديو، واتمنى اكون انطيت شرح دقيق للطريقه. واذا عندكم اي سؤال على الطريقه اسالوني، واني معرف انه اجاوبك دائما بسرعه لما تسالني بالتعليقات. واتمنى عجبكم هذا الفيديو شباب، واذا عجبكم ما عجبكم لا تنسون تنطوني تقييم بلايك او ديسلايك، على شرط اذا ما عجبك الفيديو دس الديسلايك اكتب لي بالتعليقات ليش ما عجبك حتى اقدر احل هاي المشكله. طبعا شباب حاليا هاي الفتره الجايه راح تجينا امتحانات او اختبارات او نص السنه هاي السوالف، فاحتمال راح يصير لكم انقطاع بالقناه لمده الى بدايه شهر رمضان المبارك. فاسف على اي انقطاع ممكن يصير بهاي القناه مقدما، لانه بصراحه راح اكون كلش مشغول. واعدكم انه اذا تفرغت راح اسوي لكم فيديو، ووعدكم انه لما تكمل هاي الاختبارات والامتحانات راح ارجع لكم اقوى. واذا عجبتك فيديوهات القناه شباب لا تنسون تشتركون بالقناه وتكونون عضو من السوسايد جيمرز حتى يوصلكم مني كل جديد. وبس هذا كان الفيديو، اتمنى عجبكم، شكرا جزيلا على الدعم، كان معكم زيد، مع السلامه.